وده هيخلينا نسأل سؤال مهم. لو التصميم في صورة وعنوان ولوجو وكول تو اكشن، المفروض عينك تروح فين الأول؟ بعض المصممين أول ما يشوفوا التصميم بيقولوا هل اللون ده حلو؟ طب الفونت ده مناسب؟ طب أحط العنصر ده هنا ولا هنا؟ والأسئلة دي مش غلط، بس هي مش أول أسئلة المفروض تسألها. شايف إيه؟ غالبا أول حاجة عينك راحت لها، وبعدها حاجة تانية، وبعدها بدأت تقرأ. لكن خليني أسألك سؤال أهم، ليه عينك راحت هنا الأول؟ ليه العنوان ده بالحجم ده؟ ليه الصورة في المكان ده؟ طب ليه اللون ده مستخدم هنا؟ وليه في مساحة فاضية كبيرة بالشكل ده؟ لأن المصمم البروفيشنال مش بيحط الحاجات دي عشان شكلها حلو، هو بيحطها عشان عايزك تشوف حاجة قبل حاجة. خليني اقول لك على غلطة بتحصل مع مصممين كتير. بعض المصممين اول ما يشوفوا التصميم بيقولوا هل اللون ده حلو؟ طب الفونت ده مناسب؟ طب احط العنصر ده هنا ولا هنا؟ والاسئلة دي مش غلط، بس هي مش اول اسئلة المفروض تسألها. لان قبل ما تسأل اعمل ايه لازم تسأل انا عايز اوصل لايه. يعني لو عندي اعلان هدفه ان الشخص يشوف المنتج ويضغط على اشتري الان، فالقرار هنا مش مبني على ان الزرار شكله حلو. فخلينا ناخد مثال حقيقي من حملة اسمها شير أكوك. الحملة دي كانت معمولة سنة 2014، وشركة كوكاكولا هنا بدل ما تحط اسماء على العبوة بالشكل المعتاد، بدأت تحط أسماء أشخاص عليها. الفكرة كانت بسيطة جدا، كانت هدفها تخلي المنتج شخصي أكتر وتدفع الناس إنهم يدوروا على اسمهم أو اسم حد يعرفوه ويشاركوا التجربة. طيب هنا المصمم كان ممكن يسأل أستخدم لون إيه أو أكبر الفونت قد إيه، لكن دي مش نقطة البداية. نقطة البداية كانت احنا عايزين الناس تعمل ايه، والإجابة هنا كانت تدور على الاسم وتشاركه. ودي أول عادة عايزك تبدأ تعملها. قبل ما تسأل أعمل ايه، اسأل الأول أنا عايز أوصل لإيه، ولما تعرف الإجابة تقدر تبدأ تحدد ايه اللي المشاهد يشوفه الأول. وده هيخلينا نسأل سؤال مهم. لو التصميم في صورة وعنوان ولوجو وكول تو أكشن، المفروض عينك تروح فين الأول؟ ما تبصش على كل حاجة مرة واحدة، بص عليه كأنك شفته لأول مرة. قول لي دلوقتي ايه أول حاجة عينك راحت لها؟ علشان كده عايزك تبقى عارف ان المصمم البروفيشنال مش بيحاول يخلي كل العناصر مهمة بنفس الدرجة، هو بيرتبهم كالتالي: حاجة تشوفها الأول، وبعدها التانية، وبعدها التفاصيل. وعشان كده لما تلاقي عنوان أكبر من باقي الكلام ما تفترضش إن المصمم كبره عشان شكله أحلى، ممكن يكون كبره عشان هو أهم معلومة. لكن خلي بالك الهيراركي مش معناه إن كل حاجة مهمة لازم تبقى أكبر، فممكن العنصر يبقى أهم بسبب الحجم أو اللون أو حتى التباين أو مكانه. طيب المصمم بيقرر مين الأول ومين التاني على أساس إيه؟ الإجابة مش إن المصمم بيختار الأولوية من دماغه، هو بيبص على حاجة أهم: مين المفروض يشوف التصميم ده؟ لأنك لو بتصمم إعلان لمنتج موجه لطلبة في الجامعة، أكيد طبعا مش هتتكلم معاهم بنفس الطريقة اللي هتتكلم بيها مع مدير شركة حتى لو ده نفس المنتج. فطلبة الجامعة هنا محتاجة منك إنك تلفت نظرها بسرعة، إنما المدير ممكن يحتاج منك هدوء وثقة ومعلومة واضحة. عشان كده قبل ما يكبر عنوان او يختار لون او يحط صورة بيسأل نفسه مين هيشوف ده وايه اللي يهمه. يعني لو الجمهور مستعجل وبيشوف الاعلان على الانستجرام وسط عشرات البوستات، فالهيراركي لازم تساعده يفهم الرسالة بسرعة. يعني القرار البصري هنا مش بيتاخد بعيد عن الجمهور. لكن لسه في سؤال مهم، بعد ما عرفت هدفي وجمهوري ليه اخترت اللون ده؟ طيب نرجع للتصميم اللي كنا بنحلله. دلوقتي بعد ما عرفنا الهدف والجمهور نشوف بقى الألوان. المصمم البروفيشنال مش بيقول انا بحب اللون ده، انما بيسأل اللون ده بيعمل ايه هنا. فممكن اللون يكون موجود عشان يلفت عينك لحاجة معينة، او يفصل عنصر عن باقي التصميم، او يخلي معلومة معينة تبان اهم. شوف مثلا اعلان نتفليكس، اللون الاحمر مش مجرد لون حلو ومتكرر في البراندنج، انما هو كمان بيساعدك تتعرف على البراند بسرعة، وبيعمل كونترست قوي يخلي العناصر مهمة تبان. فلو سألتني استخدم اللون ده ولا ده، الاجابة مش هتطلع من ذوقي انا، انما هتطلع من السؤال ده: ايه اللون اللي يخدم الهدف والجمهور والهيراركي؟ ونفس الفكرة دي هتلاقيها في التيبوغرافي، فليه العنوان بالحجم ده وليه الخط ده تحديدا؟ شوف العنوان ده، ليه المصمم مخليه بالحجم ده بالذات وليه مش اصغر وليه مش اكبر؟
لان حجم العنوان هنا مش مجرد اختيار شكل حلو، وبيقول لعينك ابدأي من هنا. وبالرغم ان العنوان في التصميم ده مشدش عينك اول حاجة، انما هي دي وظيفته الاساسية، والمصمم هنا كان عايز تركيزك كله على العبوة مش العنوان. طيب خلينا نتخيل مع بعض ونخلي العنوان هو اول حاجة عينك تروح لها. فتخيل معايا ان العبوة صغرت والعنوان بقى اكبر. لو عرفت تتخيل معايا فعلا فهتاخد بالك ان العناصر والالوان والصورة هي لكن احساسك بالتصميم هيتغير لان الاولوية هتتغير. وطبعا التيبوغرافي مش حجم فقط، انما هو حجم ومساحة وارتفاع. كل دي قرارات بتأثر على ازاي الكلام بيتشاف ويتقرأ. فبدل ما تقول انا بحب الفونت ده، اسأل التيبوغرافي دي بتخلي المشاهد يفهم الرسالة بالترتيب الصح ولا لا. وبالنسبة للمساحة، شوف التصميم ده تاني وقول لي لو عندك المساحة دي فاضية أول حاجة ممكن تفكر فيها إيه؟ تصميم مش ناقصه حاجة، صح؟ فهنا المصمم ممكن يكون سايب المساحة دي فاضية وهو قاصد، لأن لو ملاها ممكن تبوظ الحاجة اللي هو عايزك تشوفها. ولو هو عمل كده وهو قاصد فهو اشتغل صح، لأن العين مش محتاجة معلومة طول الوقت، هي محتاجة مساحة تفصل بين العناصر وتخلي الحاجة المهمة تاخد حقها. وعلشان كده هتلاقي في تصميمات براندنج كتير اللوجو أو المنتج بيبقى حواليه مساحة فاضية كبيرة، وده مش علشان المصمم ما عندوش حاجة يحطها، لا، ده علشان هو عايز العنصر ده ياخد قيمة أكبر. فالمصمم البروفيشنال مش بيسأل احط ايه هنا، انما هو بيسأل هل انا محتاج احط حاجة هنا ولا لا. وده يخلينا نوصل لاخر سؤال مهم: ليه العنصر ده يتحط هنا بالذات؟ طيب ليه المنتج هنا؟ ليه مش على الناحية التانية؟ وليه العنوان اتحط في المكان ده بالذات؟ لأن مكان العناصر ممكن يغير الطريقة اللي عينك بتقرأ بيها التصميم. ممكن يخليك تبدأ من هنا وبعدين تروح لهنا وبعدين توصل للهدف. طيب تخيل لو نقلنا المنتج من مكانه وخليناه هنا بدل هنا. العنصر والألوان والصورة هي لكن إحساسك بالتصميم هيتغير لأن الأولوية هتتغير. وده بالظبط اللي بيفرق بين مصمم بينفذ ومصمم بياخد قرار. فالمصمم مش بيحط العنصر في المكان اللي شكله حلو فيه، إنما بيحطه في المكان اللي يخدم قراءة التصميم. فاكر أول ما وريتك التصميم في بداية الفيديو وقلت لك شايف إيه؟ غالبا شفته كصورة واحدة، لكن دلوقتي ممكن تشوفه بشكل مختلف. مش بس تشوف التصميم، لكن هتسأل السؤال بتاعنا وهو ليه؟ ليه اللون ده؟ ليه الحجم ده؟ وليه المساحة دي فاضية؟ وليه عيني راحت هنا الأول؟ وده الفرق اللي كنت عايز أوصله لك. المصمم العادي ممكن يشوف النتيجة، لكن المصمم اللي عايز يتطور بيحاول يفهم القرارات اللي وصلت للنتيجة دي. فمن هنا ورايح لما تشوف تصميم عاجبك ما تقولش بس ده حلو، اسأل نفسك هو حلو ليه؟ ومن النهاردة قبل ما تفتح الفوتوشوب حلل 3 تصاميم بالطريقة دي واسأل نفسك ليه المصمم خد كل قرار. ولو الفيديو خلاك تبص للتصميم بشكل مختلف حتى لو حاجة بسيطة، اعمل لايك عشان اعرف ان النوع ده من المحتوى بيفيدك. ولو لسه مش مشترك اشترك في القناة، لان الفيديو الجاي هنكمل في الخطوة اللي بعدها، وهي ازاي تطور ذوقك كمصمم بحيث ما تبقاش بس عارف تحلل التصميم لكن تعرف تاخد قرار اقوى بنفسك. اشوفك هناك.